يخرب بيت النحس اللي مش سايب ريال مدريد، الواد ارنولد اتصاب. الونسو قال لك ما عنديش مشكله ننزله الخال كارفخال. يوم كارفخال عامل مصيبه ما تليقش ابدا بتاريخه ولا بانه قائد لريال مدريد، ويقوم عامل لقطه ملهاش اي 30 لازمه، ضرب حارس مارسيليا والحكم ما كدبش خبر، جرى على غرفه الفار ولما رجع قام مديله كارت احمر، كارت احمر مجاني. طب دلوقتي ان شاء الله ريال مدريد يلعب بمين الماتش الجاي كباك يمين؟ ممكن ابو الكباتن ينزله وتشابي الونسو يلعب وكله كوم بقى، والواد امبابي ده كوم تاني، حاجه كده من ريحه الاساطير. الواد ما شاء الله زي الفل، سرعه، مهاره، رشاقه، ضربات جزاء، كله شغال. بس كل اللي ناقصه بس يا ابو الكباتن حد يسند معاه. ما هو يعني امبابي مش هيحارب لوحده يعني. هتقول لي امال فين جولر؟ جولر المباراه دي ما كانش اللي هو، وهو اللي تسبب في الهدف اللي سجلته مارسيليا. ريال مدريد يا ابو الكباتن بيفوز على مارسيليا في دوري ابطال اوروبا بنتيجه 2-1 عن طريق ركلتي جزاء سجلهم كيليان امبابي، واللي كان السبب فيهم 2 لاعيبه برازيليين، واحده رودريجو وواحده فينيسيوس لما نزل. بس انتونو ما شاء الله الولد بيحاول وبيجتهد، ولكنه قدام المرمى ما بيعرفش يفنش كويس، ودي طبعا ممكن يكتسبها مع الوقت في ريال مدريد. مباراه كانت صعبه على ريال مدريد لانه اتصاب منه الباك اليمين بتاعه وهو ارنولد، ولما نزل كارفخال برضه اتطرد. مارسيليا بقياده ديزيربي بان بشكل كويس جدا، هاجم على ريال مدريد وضغط على ريال مدريد وفعلا سجل، وكان ممكن يسجل كمان هدف التعادل، ولكن على مين؟ ريال مدريد بخبرته قدر يخرج من المباراه بالنتيجه اللي هو عاوزها. ده انت في حضره البرنابيو. ريال مدريد يا ابو الكباتن قدام مارسيليا لعب كويس جدا واستحوذ وخلق فرص هجوميه كتير، لولا بس حته الانهاء قدام المرمى دي كان ممكن ريال مدريد يطلع كسبان 3 أو 4. ومش محتاج اقول لك ان ريال مدريد بتكمن خطورته وقوته الوحيده في كيليان امبابي، واللي هنا ابو الكباتن لازم استنى واتكلم عليه شويه. النسخه اللي شفناها من بدايه الموسم لكيليان امبابي كان بيحلم بيها اي مشجع مدريدي. كيليان امبابي اللي عكس تماما ارنولد، وهقول لك ليه دلوقتي. امبابي ابو الكباتن سجل هدفين في مباراه مارسيليا زي ما قلت لك. امبابي اصبح مش مجرد لاعب عادي في ريال مدريد، ده اصبح القائد واللاعب اللي بيسندوا عليه لما الامور بتبقى خلاص جابت اخرها. بس يا ابو الكباتن هنا في مشكله، ده غلط جدا انك تعتمد على لاعب واحد في الفريق، لازم كيليان امبابي حد يدخل يساعده. افرض كيليان امبابي مش في يومه، افرض مش في فورمته، هل ريال مدريد هيخسر يعني؟ فلازم زي ما بقول لك لازم يكون في لاعب او لاعبين او 3 يسندوا معاه، ما هو الراجل يعني مش هيحارب لوحده. وده ابو الكباتن بالظبط اللي بيعمله تشابي الونسو، وبيحاول ان هو يحسس كل اللعيبه انهم مهمين جدا زي كيليان بالظبط. تخيل معايا مثلا لو فينيسيوس رجع تاني لفورمته قبل حوار الكره الذهبيه ده، تخيلت ابو الكباتن؟ ايه رايك بقى في الثنائيه الجامده دي؟ ده هتبقى صعبه جدا على اي دفاع. كيليان امبابي بفورمته المعتاده وفينيسيوس بفورمته اللي احنا مستنيينها منه من زمان. لا 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 لا، ده صداع لاي فرقه. كيليان امبابي ابو الكباتن بالهدفين اللي سجلهم دخل التاريخ مع ريال مدريد وبيسير على خطى كريستيانو رونالدو. وصل النجم الفرنسي كيليان امبابي الى الهدف رقم 50 بقميص ريال مدريد، وده في 64 مباراه فقط، ليصبح تاني اسرع لاعب بيحقق الانجاز ده بعد الاسطوره كريستيانو رونالدو، واللي سجل 51 هدف في اول 54 مباراه له مع ريال مدريد. وده ابو الكباتن انجاز جديد بيعكس بدايه امبابي الاستثنائيه مع ريال مدريد، وقد ايه هو مهم جدا للمرنجي وانه ماشي على خطى الاساطير زي كريستيانو رونالدو. تعال بقى اقول لك ليه ارنولد لازم يتعلم من امبابي. كيليان امبابي اول ما جه ريال مدريد كان بيعاني والدنيا متخبطه والاعلام ماسكه وعمال ينتقد فيه، ولكنه خرج من ده كله بسبب ده، بسبب العقليه بتاعته. ارنولد بيمر بنفس المشاكل بالظبط، هو محتاج وقت، ولكن لو انت كلاعب ما عندكش عقليه قويه انت ممكن الوقت ده يطول منك وممكن نشوف هازارد جديد. ارنولد باين قوي انه نفسيا مش جاهز وحاسس انه غريب عن الفرقه، ولما اقول لك ابو الكباتن اللاعب نفسيا وذهنيا مش جاهز يبقى اكيد هينزل يتصاب، ولو ما اتصابش اكيد هيقدم مستوى وحش. فالقصه كلها بتكمن في العقليه، فاللي هيرجع ارنولد الى مستواه الطبيعي هو ارنولد نفسه. ريال مدريد يا ابو الكباتن دلوقتي بيمر بورطه صعبه جدا، ما عندهوش باك يمين، هيعمل ايه؟ خليني اقول لك دلوقتي هي ايه تفاصيل اصابه ارنولد. الصحيفه الشهيره ذا اثليتيك اكدت ان ارنولد اتصاب في اوتار الركبه، وده كان في اول دقائق الماتش، وهيعمل فحوصات الايام اللي جايه علشان يحددوا المده اللي هيغيبها بالظبط. ونيجي بقى للانجاز التاريخي اللي عمله ريال مدريد، وخليني اقول لك على المفاجاه الصادمه بالفوز ده ابو الكباتن. ريال مدريد بقى اول فريق في التاريخ بيوصل ل 200 انتصار في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، رقم قياسي جديد بيثبت ان ريال مدريد ملك البطوله دي كلها على بعضها كده. واحد اسالني طب ايه الخلاصه يا عم موكا؟ باختصار يا ابو الكباتن ريال مدريد ماشي كويس مفيش مشكله، هو في ورطه وبيعاني من شويه اصابات، ولكن بخطط وفكر تشابي الونسو هو قادر ان هو يعدي الفتره دي. وتشابي الونسو لازم ان هو يخلي المجموعه كلها بتلعب، مش كيليان امبابي بس اللي بيلعب، ولازم يفوق فينيسيوس ورودريجو علشان يساعدوا كيليان امبابي في المباريات القادمه، لان لو اعتمدت على امبابي بس وامبابي وقع منك في ماتش او 2 فريال مدريد هيبان بشكل سيء جدا. ونيجي يا ابو الكباتن للسؤال المهم اللي انت لازم تجاوبه، هل ريال مدريد بالاداء ده هيقدر يفوز بدوري ابطال اوروبا ولا لا؟